معقول راس الحكمة تدخل مقارنة مع ماربيا وسان تروبيه؟ واكتر من كده كمان، انت راس الحكمه مش متخطط لها انها تكون مكان مصيف، هو متخطط ان المنطقه دي بالكامل تتحول لواجهه عالميه. لا معلش اشرح لي اكتر. اللي بيحصل حاليا في راس الحكمه اكبر بكتير من مصيف او يومين بتقضيهم في الساحل. ده مش مشروع عادي فعلا، ده ضخ استثماري ضخم جدا غير نظره العالم للمنطقه كلها. مشروع مدعوم باستثمار اماراتي مباشر ب 35 مليار دولار. فرق ضخم عن اي منطقه في الساحل، انت بتتكلم عن مطار دولي، مارينا لليخوت، منطقه ماليه واعمال، غير براندد ريزيدنس وفنادق عالميه. يعني مكان متصمم يشتغل طول السنه، مش شهرين صيف وخلاص. طب وده يفرق ايه مع المستثمر؟ يفرق في كل حاجه، عائد ايجاري اعلى، زياده سعريه اقوى، لانك داخل على سوق مفتوح على اجانب وعرب، مش بس سوق محلي. طب ازاي ده ينعكس على العقار؟ بص، خد بالك دايما من حاجه، اول ما منطقه بتدخل عليها استثمارات ضخمه، سياحه طول السنه، فنادق، خدمات دوليه، مارينا ومطارات وبنيه قويه، سعر العقار فيها بيبتدي يتحرك بطريقه مختلفه تماما. يعني الناس بقت تقارن الساحل بدبي وماربيا فعلا؟ ايوه طبعا، لان المشتري النهارده بيبص انا بحط فلوسي في شاليه استخدمه شهرين، ولا في اصل داخل منطقه مرشحه تبقى دوليه. يعني الساحل الشمالي داخل على مرحلة جديدة. هو دخل بالفعل، واللي لسه شايف ان هو مصيف بس غالبا متاخر في الصوره. طب لو عايز اشتري في المشروع ده اعمل ايه؟ اكتب في الكومنتات راس الحكمه وانا هتواصل معاك.